فيلمنا بيبدأ في القطب الجنوبي مع 3 بطارق مشاغبين، كواليس كوريك وسكيبر. بيكونوا ماشيين في صف طويل ومش بيعجبهم. بيقول لهم سكيبر تعالوا نطير عشان نوصل اول الصف، ومش بيعرفوا يطيروا وبيستغربوا ان ليهم جناحات ومش بيعرفوا يطيروا. وبنشوف بيضة نازلة بسرعة وبيقول لهم سكيبر مين شايف البيضة دي، وبعدهم وبيجري ورا البيضة فبتقع البيضة وبيقع وراها، بس اصحابه بيلحقوه. وبنشوف البيضة بعد كده بتقع على سفينة مهجورة، وبيظهر كلاب البحر متوحشة وهم بيحاولوا ياكلوا البيضة، بس طبعا بيلحقها المشاغبين الثلاثة وبيمسكها ريكو وبيبلعها. بنشوفهم بعد كده بيحاولوا يهربوا من كلاب البحر، فبيطلعوا على مدفع وبيطيرهم بعيد وبتنفجر المركب المهجوره بكلاب البحر. بنشوف البيضه بعد كده بتنكسر وبيطلع منها بطريق صغير وبيكون مفكرهم انهم عيلته وبياخدوه معاهم. بنروح للمستقبل مع مغامره جديده مع المشاكسين الثلاثه، وبيكون كبر البطريق الصغير وبقى عنده 10 سنين. بنشوفهم بيحتفلوا بعيد ميلاد برايفت بطريقتهم الخاصه، وهي سرقه مستودع الدهب في فورت نوكس. يوصلوا للمستودع وبيرموا غاز على الحراس، فبيناموا وبيدخلوا المستودع بحركات بهلوانيه، وبيعرفوا يفتحوا الخزنه اللي بيكون جواها دهب كتير. بس هم مش رايحين يسرقوا الذهب، هم رايحين يسرقوا شيزي ديبل. بيروح برايفت يستخدم العمله في المكنه وبينزل الكيس، بس بيطلع ايد غريبه من المكنه وبتخطفه، فبيروح باقي البطاريق يشوفوه راح فين، فبتخطفوا هم كمان. وفجاه بيطلع للمكنه رجلين وبتضرب الحراس وبتجري بره المستودع، وبتيجي طياره تمسكها. بنروح بعد كده لمدينه البندقيه، وبتكون وصلت الطياره لغواصه وبتنزل فيها المكنه اللي بيكون فيها المشاكسين محبوسين. بيكونوا اكلوا كميه كبيره من الكاراتيه. بيفتح ريكو الباب القفص الحديد وبيخرجوا منه. بنشوفهم بعد كده وهم بيحضروا. بيظهر لنا بعد كده دكتور اوكتافيوس، وكان ليه اسم تاني وهو ديف، بس المشاغبين مش فاكرينه وبيحاول ديف يفكرهم. وبنرجع بالزمن مع ديف لحديقه الحيوان سنترال بارك، ايام مكان مشهور وليه معجبين كتير، بس كل ده انتهى لما وصل البطاريق وسرقوا العرض بتاعه، ومفيش حد بقى بيحبه علشان كده عايز ينتقم منهم. فبنشوف مجموعه من الاشرار بتظهر وراهم، وبيقول لهم ديف يحبسوهم، بس على مين؟ دول بطاريق مشاكسين. طبعا بيهربوا وبيخرجوا من الغواصه، وبيجري وراهم مساعدين ديف، وبتحصل مطارده بينهم، فبيركبوا المركب وبيركب وراهم مساعدين ديف، وبيفضلوا يجروا بالمركب في الميه وفي الشارع كمان لحد ما بيوصل لمكان مسدود والاشرار بيحاصروهم، بس بتحصل مفاجاه وبيظهر فريق يلحقهم. بتوصل بعد كده طياره وبينزل منها قائد الفريق وبيقول لهم انهم تحت حمايه نورث ويند، وبيركبوا معاهم الطياره. بيوصلوا للمقر السري لنورث بجديه، بس هم دايما مشاكسين. بس بيبدا البطريق يقول له انهم اكتشفوا ان اوكتافيوس ده مجرد شخص عادي اسمه ديف، فبيقول لهم قائد الفريق انه كان شغال بشكل سري على سلاح مميت اسمه مصل ميدوسا. فبيطلع ريكو المصل اللي سرقه من ديف الاخطبوط، وبيظهر لنا ديف على الشاشه وبيقول لهم ان ده عينه وان هو عنده كميه كبيره من المصل ده. بيحصل بعد كده اختراق في حديقه برلين وبيختفي 15 بطريق، فبيبدا فريق نورث ويند يستعد للمهمه علشان ينجد البطارق. وطبعا البطاريق مفكرين انهم هيروحوا معاه، لكن هم مشاغبين وممكن يبوظوا المهمه، فبيخدرهم ويحطوهم في صندوق. بعد كده بنشوف البطارق في طياره في الصندوق، وبيفتحوا باب الطياره ويخرجوا من الطياره وهي لسه في الجو. بيفضلوا ينزلوا من الطياره دي ويدخلوا الطياره دي، وكل ده وهم لسه في الجو لحد ما وصلوا للارض. بنروح لمدينه ريو وبيظهر دكتور اوكتافيوس وهو بيخطف البطارق، بس فريق نورث ويند بيوصل متاخر. بنروح لمدينه شانغهاي وبيصدر البطارق المشاكسين وهم بيدوروا على ديف الاخطبوط، وبيعرفوا انه هيروح عرض بحري، فبيروحوا على هناك وبيستخبوا على ظهر الاطفال، وبعدين بيشوفوه وهو متنكر وبيبداوا يراقبوه. بيلبس برايفت لبس حوريه البحر علشان يشد انتباه الناس علشان يقدروا ينفذوا خطتهم، وفعلا بينجحوا وبيكسروا الازاز وبيخرج كلاب البحر والميه بتغرق ديف وبيقع على الارض. وبيوصل فريق نورث ويند بس بيهرب منهم ديف الاخطبوط، وبيخطف برايفت وبيهرب وبيرجع على الغواصه بتاعته. بنشوف المشاغبين وهم بيسرقوا طياره فريق نورث ويند وبيحاولوا يطيروا بالطياره، وبيلحقوا فريق نورث ويند بس بيدمروا الطياره بغبائهم. بيصحوا بعد كده بيلاقوا نفسهم في نص الميه طبق صغير، وبيكون فريق نورث ويند معاهم بس في عوامه كبيره، وبتوصل لهم اشاره على جزيره، وبيكون جهاز تعقب على برايفت، وبيقول لهم قائد فريق نورث انه عمل الجهاز ده عليهم لما خدرهم. بنروح بعد كده لجزيره عليها سجن كبير محبوس فيها كل البطاريق اللي خطفهم ديف، وبنشوف برايفت وهو محبوس في قفص حديد، وبنشوف ديف الاخطبوط وهو بيجرب المصل قبل ما يستخدمه وبينجح الاختبار وبيحول الحشره الى وحش مخيف. بنشوف بعد كده فريق نورث ويند وهو بيراقب المكان من بعيد، وطبعا بيكون معاهم المشاكسين وبيحاولوا يجهزوا الخطه علشان يقدروا ينقذوا برايفت، وبيبدا قائد الفريق يشرح الخطه. بنشوف البطاريق وهم متنكرين وبيحاولوا يشدوا انتباه مساعدين ديف علشان يقدر فريق نورث ويند يقتحم المكان، وبيدخلوا الغواصه وبيكون ديف موجود وقاعد على الكرسي مستنيهم، وبيقبض عليهم وبيحبسهم، وبيقبض كمان على البطاريق المشاغبين. وبيبدا ديف الاخطبوط يستخدم المصل على برايفت، وبيكون صحابه محبوسين ومش عارفين ينقذوه، بس برايفت بيعرف يهرب من الجهاز في اخر لحظه. وبنشوف فريق نورث ويند وهم مربوطين بس برايفت بينقذهم، وبعد ما انقذهم مشوا وسابوه، بقى مش عارف ينقذ صحابه ازاي بس مش بيستسلم وبيروح لوحده. بنروح بعد كده لمدينه نيويورك وبنشوف دكتور اوكتافيوس وهو بيقول للناس انه لقى البطاريق وهيرجعهم تاني، بس بنشوفه وهو بيقول للمساعد بتاعه انه يشغل الجهاز على البطاريق. وبنشوف برايفت وهو بيحاول يحذر صحابه بس هم مش بيسمعوه والجهاز بيشتغل، وبيفتح دكتور اوكتافيوس باب الغواصه وبيخرج منها البطاريق، وبيكون الناس مبسوطه، بس بنلاقي ان البطاريق شكلهم اتغير
وده بيكون بسبب المصل. الناس بتبدا تخاف منهم وبيهربوا، وبيبدا البطاريق يخربوا في كل حاجه وبيجروا ورا الناس. بنشوف برايفت هو خارج من الغواصه علشان ينقذ صحابه، وبيشوف صاحبه سكيبر وبيطلب منه يساعده، وبيحاول يفكروا برايفت وفعلا بيفتكروا، وبيبدا الاتنين يجمعوا اصحابهم وبيفكروا في خطه ينقذوا بيها باقي البطاريق. وبيستخدم برايفت جهاز ديف وبينجح انه يرجع بطريق لشكله الطبيعي، فبيحاولوا يستخدموا جهاز تاني على باقي البطاريق، بس بطاريق جهاز التحكم بتخلص، فبيأمر ديف مساعدينه انهم يرجعوا الجهاز من البطاريق. بس بيوصل فريق نورث ويند اخيرا وبيدخل فيهم بالعربيه وبيدمروا الغواصه. بيحاول ديف الاخطبوط انه ياخد جهاز التحكم بس مش بيعرف، والجهاز بيشتغل وبيرجع البطاريق تاني لشكلهم الطبيعي. وبكده بيكون برايفت قدر ينقذ صحابه، وبتنتهي مغامره البطاريق المشاغبين. وهنا بينتهي الفيلم. شكرا للمشاهده. لو انت مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس، وانتظرنا في فيلم جديد. سلام.